اهلا بيكم. كلامنا النهارده يا اخوانا عن الموضوع اللي على الساحه، موضوع تهجير اهلنا في غزه لمصر. طبعا موقف الدوله المصريه واضح وصريح، وطلع بيان من وزاره الخارجيه بيرفض موضوع تهجير اهلنا في غزه، لانه ببساطه كده بيضر بامننا القومي، وكمان بيضر بالقضيه الفلسطينيه. الموضوع ده حضراتكم بياخدنا الى موقف ترامب وتصريحاته الغريبه، وكلام ابراهيم عيسى اللي محتاج تفسير. قال ايه ابراهيم عيسى؟ ابراهيم عيسى قال فيما معناه ان واحد زي ترامب بيبص انه لا يهمه قرارات من البرلمان، او لا يهمه قرارات من الشعب، ولا يهمه. عايز يقول، وقال برضه بنفس اللفظ ابراهيم عيسى: احنا دافنينه سوا. ده اللي قاله ابراهيم عيسى. هنخلي الموضوع ده على جنب حضراتكم، ونحكي قصة مثل احنا دافنينه سوا. قصة مثل احنا دافنينه سوا قصة بسيطة وجميلة. كان في اتنين اصدقاء معاهم حمار، حالتهم المادية كانت ضيقة جدا جدا زي حال كل المصريين دلوقتي، فقرروا انه يبتدوا عملية الترحال، ويستخدموا الحمار ده من الانتقال من بلد لبلد، بحيث انهم يحصلوا على عطف الناس، والناس تبتدي تديهم حاجات يتقوتوا بيها. وفجأة مات الحمار. تم دفن الحمار، وجابوا أعشاب خضراء ودفنوه عليها، وقعدوا حزانة على الحمار اللي هو وسيلة التنقل بتاعتهم. فلما عدى حد من اهل المدينه اللي كانوا قريبين منها بيقول لهم ايه، بيقولوا ده كان فيه راجل مبروك مدفون هنا. فابتدت الحشود، وابتدت الناس تيجي تتبارك للناس، وابتدت تيجي عليهم الزيارات، اللي معاه بطه يوديها، واللي معاه فراخ يوديها، واللي يديهم فلوس. ابتدوا يكونوا اثرياء. فواحد من الاثنين الاصدقاء قال: هنروح بيوتنا عشان ندي ازواجنا فلوس من اللي احنا حصلنا عليها، فلوس كتير جدا. فاخد جزء من الفلوس دي وراح بيهم وغاب، ودى لزوجته وزوجة صديقه. وبعد فترة رجع وفوجئ بيقول له إن الخزنة اتسرقت. صاحبه بيقول له إن الفلوس اللي كانت موجودة معانا التانية دي اتسرقت. فقال له: اتسرقت إزاي؟ قال له: قول لي وحياة الشيخ ده. قال له: شيخ مين؟ إحنا دافنينه سوا. ده قصة مثل، إحنا دافنينه سوا.